بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المغاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. فتلقاه سلق عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدورة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار نجله الصغير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدورة المقنونة والجوهرة المصونة أبسا أرجوشي عطر يا رندارو أجمل محمد جيمي فليتفضل مشكورا. بصفي وحين بيا ونواك حاشمية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. منذ الكتب هذه الدورة المكنونة والجوهرة المصونة صلى الله عليه. والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من هامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بخلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمرة
بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم